مساء الخير، يا رب إن شاء الله كله خير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي يخني دجاج. عندي هنا قليت الدجاج قلبيه، حابين تسلقوه سلقوه، ما تسلقوه عادي سلقوه. أنا أقلب الدجاج وراح أسوي يخني مال الدجاج يعني. عندي هنا البوتيتو قد حابين نضيفه بوتيتو ضيفوا، أنا يمكن 5 بوتيتات ضفت. وراح ان شاء الله بس يتقلع عندي الدجاج نضيف البصل ونضيف البوتيتا. وانا عندي هنا توابل راح اضيفها، بهارات جديا، فلفل اسود، كزبرة، لون بصل، وراح اضيف وياه ماجي 2 ماجي، بس الماجي مو هسه راح اضيفه. وعندي هنا اسوي بالشوربة شوربة عدس. هنا انا خليت بصل، عندي العدس هنا سلقته، وهم راح اضيف له نفس اللي راح اضيفه للدجاج. عندي هنا كزبرة، فلفل اسود، 2 لون بصرة، بهارات جدر، وهم راح اضيف ماجي، بس ما راح اضيفه هسه انتظر الدجاج يتقلى وياي نشوف بعدين شلون راح يصير فطورنا. هنا ضفت البصل على الدجاج، وهنا صار عندي البصل كله، راح اضيف التوابل نقليها شوية على مود بهارات الجدر تنطلقها كلش طيبة، لما نخليها عالدهن مباشرة او على البصل. هسه راح اضيف العدس. هنا ضفت العدس بس على مود الصوت والكشكشة راح تطلع ما طلعتها. هسه راح اضيف مي مالت اللوح، ولما يصير عندي المي راح اضيف شعرية، خلي هنا شعرية وكركم، واضيف هسه الماجي. هنا الماجي راح نضيفه. هنا ضفت كركم، راح اضيف مي، بس يفور عندي المي اضيف ملح واضيف الشعرية. هنا راح اضيف البوتيتو المشوي عندي الدجاج، راح اضيف البوتيتو. هنا راح اضيف التوابل ويا البوتيتو. ان شاء الله لما اضيف مي راح اضيف البهارات الجديدة، العفو ماجي والملح. هنا دكتور عندي راح اضيف شعرية من كثر. وهنا غيرت الجدار وراح اضيف مي من يخني مالت الدجاج، وراح اضيف له كركم وملح حسب الرغبة. هنا ضفت كركم وضفت ملح، هاي 2 ماجي راح اضيفهم. ها هي انتظرها ان شاء الله تستوي. هسه عندنا راح اطبخ تمن باقلة ويا الفطور. راح اسوي تمن باقلة ان شاء الله نشوف شلون نسوي. راح اسوي بازل يعني تصفاه. هنا عندي تمن باقلة، العفو الباقلة دا اقلبيها، وعندي هنا خليت مي حتى اسلق التمن. عندي هنا 4 ماجي. ليش خليت 4؟ لانه احنا راح نسوي سلق، فراح المي مالته ما نحتاجه، بس اريد الطعم مالت الماجي يصير بالتمن. وبعدين هاي المي راح ما نحتاجه، راح نرميه لانه انا مسويته تصفاه. وملح حسب الرغبة انت يعني كيف حابين تضيفوا. انا راح اضيف نص ملعقة كل ملح او نص فاصلة ملح. يعني المقعة تمن 3 قلاصات، هاي 3 قلاصات انا المقعة تمن. وهاي راح اطبخه. هسه راح اقلي البوتيتا العفو الباقلة، وراح اضيف عليها الشبن. هنا راح اضيف التمن وراح اضيف ملح. هنا ضفت شبن ملعقتين اكل او فاصلتين اكل شبن، حبيت اضيفه ويا البوتيتا لما اقليها. العفو يا بوتيتا، ها كل شوي اقول بوتيتا، ويا الباقلة لما وضفت قليل كلش هيل هم ينطينا نكهة طيبة يعني. هنا راح اضيف الباقلة. خليت التمن تقريبا نص استاو خلينا نقول، لانه هاني راح اصفيه. خليته نص استاو تقريبا حتى ضفت الباقلة عليه، لانه الباقلة بسرعة تستوي فتذوب عندنا. هسه في 3 دقايق واصفيه.
وهنا صفيت التمن عندي وراح اضيفه هنا بهذا الجدر. وش حابين تقفروه؟ بزيت الزيتون يصير، زيت نباتي او دهن حور عادي، ايش حابين تضيفوه تضيفوه، هذا شي اختياري. وهنا فطورنا بعد ما كمل، وهنا هدرته للتمن، وان شاء الله لما يكمل فطورنا نشوف شلون صار. وهنا كمل فطورنا، هاي تمن باقلة وهاي الشوربة. وهنا اليخني مالت الدجاج هم كمل عندنا وصار بهاي الطريقة. وهاي التمور. ويا رب ان شاء الله يعجبكم فطورنا لليوم، واقول لكم صياما مقبولا ان شاء الله، وافطارا شهيا واجر ثابت يا ربي. واذا عجبكم فيديونا لليوم او فطورنا لليوم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، وحتى يوصلكم اشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو انزله. ويا ربي ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية ومع الف سلامة.